بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشريط أحداثه حقيقية وليست نسجا من الخيال. اثنان يتبعهما من في الأرض، جيوش طواغيت وأقوام يتبعون رجلين ضعيفين لا يملكان من القوة ما يملكان إلا القوة بالله. للعلم هذان الشخصان هما محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وليس شخصين آخرين. ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الله ثالثهما. الله مولانا ولا مولى له. مدافع، صواريخ، شات، قنابل، أسلحة، قتال، موقف ساعة فقط في الجهاد في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. لا تزال طائفة من هذه الأمة تقاتل في سبيل الله حتى يقاتل آخرهم الدجال. القتال ماض والجهاد ماض والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الجهاد فتية الإيمان هبوا إلى الجهاد فتية الإيمان هبوا إلى الجهاد إلى الجهاد إلى الجهاد. ما أشبه اليوم بالبارحة. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر إني توكلت على الله ربي وربكم. إبراهيم. حسبي الله ونعم الوكيل. موسى. قال كلا إن معي ربي سيهدين. محمد. إن الله معنا عليهم الصلاة والسلام. ما أشبه اليوم بالبارحة. أكل عمر كبدي بالبارحة. أحرق الله كبده. كذب قاتله الله بل أطفأ نارهم ودمر ملكهم وهز عرشهم. ما أشبه اليوم بالبارحة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. أكيلهم بالسيف كيل السندرة يغضب كالنمر ويثب وثب الأسد. احملوني على ترس على أسنة الرماح وألقوني في الحديقة. قالوا ماذا تقول؟ عملية استشهادية. غير أن قوم نشرب الدماء وأنه قد بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك. ما أشبه اليوم يا جابر بالبارحة. ألا أخبرك أن الله كلم أباك كفاحا فقال يا عبدي سلني أعطك. قال أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيا. قال إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. الشهيد. ألم ترى بعض الشهداء يموت وهو مبتسم، يدفن وهو مبتسم. تعرف ليه؟ لعله رأى مقعده من الجنة وهو في الأرض. المؤمنون ضحوا بمهجهم ضحوا بدمائهم بل بكوا إذا فاتهم الجهاد في سبيل الله. المنافقون. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. الله عز وجل قال إخوانهم كفار مثلهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. فمن أحبه ونصرهم فهو منهم. يوادون من حاد الله ورسوله. يوادون من حاد الله ورسوله. وهنا يبرز المنافق ويرفع رؤوسهم. هنا وقت الفتن وقت المحن. اشتد الأمر على المسلمين المؤمنين الصادقين. تكلم ونطق المنافقون. ما أشبه اليوم طاغون بالبارحة. طاغون يهود نصارى شيوعيون هندوس لا دينيون. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. أبشروا أيها المؤمنون. كم وكم نسمع هذه الأيام من الشباب الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله. قبل أيام كانوا في المراقب، قبل أيام كانوا في الملاعب، قبل أيام حتى المساجد لا يدخلونها. أما اليوم يبكون من خشية الله
الله، يبكون توبة لله، وأحدهم يقول أريد الجهاد في سبيل الله. الجهاد فتية الإيمان هبوا. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الله مولانا ولا مولى لهم. نعم، الله مولانا ولا مولى لهم. لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد معركة أحد، وبعد أن انتهت المعركة بما انتهت، إذا بأبي سفيان قبل الإسلام ينادي المسلمين، فكان فيما قال لنا العزى ولا عزى لكم، أن يخاطب المسلمين بعد جراحهم وبعد أن قتل منهم من قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تجيبوا؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر: قال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، الله مولانا ولا مولى لهم. الله جل وعلا الذي نصر نوح فتجمع عليه قومه ولم يبق معه إلا القليل من المستضعفين من الرجال، فسخروا منه واستهزأوا به. كان معه ضعفاء القوم وأراذلهم، ولكنهم في الإيمان قمم وجبال. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نعم، الله مولانا ولا مولى لهم. فرفع نوح إلى الله عز وجل يديه فقال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فإذا بسنن الكون تتغير، وإذا السماء التي لم تكن تمطر انهمر منها الماء، وإذا الأرض القاحلة والصحراء التي ليس فيها ماء أبدا تتفجر بالعيون. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. هود عليه السلام جاء لقومه يدعوهم إلى الله عز وجل، فأرادوا قتله، فقال هود الذي قد توكل على الله عز وجل واستنصر بالله، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، فكيدوني جميعا، تجمعوا علي كلكم، أجمعوا كيدكم علي. قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لا تنظرون أي لا تؤخروني، اقتلوني، اصنعوا ما تريدون. أي قوة يملكها هود عليه السلام؟ يملك أعظم قوة، إنه التوكل على الله عز وجل. إني توكلت على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الله مولانا ولا مولى لهم. فإذا بقوم عاد مرت عليهم الأيام، فأرسل الله عليهم جنديا من جنوده، ريحا صرصرا في أيام نحسات، ريح شديدة باردة تحمل الواحد منهم إلى السماء ثم تطرحه على الأرض، فإذا بهم ينفصل رأس أحدهم عن جسده. ألم تر كيف فعل ربك، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد.
وعاد كانوا يتحدون ربهم جل وعلا، وكانوا يقولون لهود ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وكانوا يفتخرون أنهم أعظم قوة على وجه الأرض، فكانوا يقولون من أشد منا قوة؟ هل هناك في الأرض قوة أعظم من قوتنا؟ جنون العظمة، الغطرسة، الكبر، العتو، ولكن ما النهاية؟ فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. موسى عليه السلام رجل لا يملك إلا أخاه، بيده عصا، سلاحه العصا، دخل على قصر فرعون الجبار الطاغية الذي من جبروته في الأرض وغطرسته ومن جنون عظمته أنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، ولا يسمح برأي يخالف رأيه، حتى كان يقول للناس ما أريكم إلا ما أرى ولا يهديكم إلا سبيل الرشاد. قتل الأطفال، ما ذنب الأطفال أيها الظالم أيها الجبار؟ استحيا النساء وقتل الأطفال في الأرض، فها هم الأطفال يقتلون بغير ذنب، والنساء يستحيون بغير ذنب، ويستعبد الرجال بغير ذنب. جبار في الأرض. فوصل فرعون وجيشه إلى موسى عليه السلام، وما كان مع موسى إلا ضعاف القوم، شيوخ ضعاف، نساء ضعاف، أطفال صغار، أمامهم البحر وخلفهم فرعون وجيشه. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، انتهى الأمر، تجمع علينا المشركون قتلونا. قال موسى كلا إن معي. ماذا معك يا موسى؟ أسلحة، جيوش جرارة؟ ما عنده شيء. موسى ما يملك إلا عصا وضعاف القوم معه، ويستقبلهم فرعون وجيشه، طاغية وجيش طاغ في الأرض، أسلحة وعتاد، لكن موسى عنده سلاح عظيم. ما السلاح الذي يملكه موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله أكبر. إنه اليقين بنصر الله، إنه التوكل على الله، إنه صدق الإيمان بالله. فإذا البحر يأتمر بأمر موسى فينفلق البحر له، وإذا بالبحر يسير فوق فرعون الذي كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ نعم أبصروك يا فرعون، والماء يجري من فوقك، أبصروك والطين في فمك، وجبريل يضع الطين في فمه. ذل وأي ذل. إنه نصر الله عز وجل دائما وأبدا لعباده المؤمنين. إبراهيم عليه السلام يلقى في النار فيقول له جبريل ألك إلي حاجة؟ قال لا، أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا بالنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ورادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الله مولانا ولا مولى لهم. يقول أبو بكر وقد بكى في الغار وقد تجمع المشركون عند الباب، بكى أبو بكر. قال ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله. من الذي نصره؟ الله جل وعلا وحده. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنان يتبعهما من في الأرض، جيوش وطواغيت وأقوام يتبعون رجلين ضعيفين